السلام عليكم، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده وصفه لذيذه وسهله وبسيطه زي ما عودتكم من مطبخي بامر الله الوفير والسهل والبسيط. عايزين حاجات مغذيه انا معاكم، عايزين حاجات وفيره انا معاكم. ده بسكوت يومي شاي بدون بيض بدون زبده بدون تشكيل بدون بصي حاجه بسيطه وسهله وجميله ولذيذه. وبصي كوبايتين دي بس هيعملوا معاك الكميه دي كلها. نشوف مقاديرنا. ما فيش اسهل من مقاديرنا البسيطة الجميلة السهلة. جبنا خلاطنا عشان يبقى سهل. لو السكر بتاعك سكر بودر مش مهم نخلط خالص. معانا نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، ممكن عادي نستبدلها بمية، ما فيش اي مشكلة. ذرة ملح وشوية فانيليا، واختياري معلقة تانك بالبرتقان اللي هو البودر، اي نوع عندك مفيش مشكلة. خلطناهم في الخلاط بمنتهى السهولة، هينزل معاكي زي ما انا عاملاه كده بالظبط. نيجي بقى للمواد الجافة بتاعتنا. معانا كوبايتين من الدقيق وعليهم ربع كوباية من الدقيق، يعني كوبايتين وربع، ومعلقتين نشا. حلو الكلام، كلام جميل. معلقتين نشا ومعلقة بيكنج باودر واحدة ممسوحة، مش كبيرة ومش هرمية، ممسوحة يا جماعة. وهبتدي هنا اقلب كده المواد الجافة بس، خلاص مفيش اسهل من نصلي كده على الحبيب وننزل بكل السوائل بتاعتنا على طول. ولما اشتغل مش هشتغل بايدي خالص، هشتغل باي معلقة عندك، لازم نشتغل بالمعلقة. تمام، هبتدي كده اشتغل بالمعلقة علشان ما تبقاش معايا عجين وتعمل عرق. انا مش عايزة كده، انا عايزة بسكويت مقرمش وهش. عشان كده مش هستعمل ايدي خالص دلوقتي. تمام، زي ما انتوا شايفين كده قلبته خلاص، خد سوائل. هو كده انا ما حطيتش حاجه. هكمل بقيت شويه الدقيق اللي انا حطيتهم، حطيت بتاع معلقتين كبار مليانين، ما حطيتش تاني دقيق خالص. هما معلقتين الكبار اللي انا شلتهم حطيتهم تاني بس كده. وكده تمام. بصي يعني انا مش بعجن، بحاول اخفي الدقيق في الوسط، مش بعجن، باخد حبه كده بس اخفي الدقيق، اخفي الدقيق كده زي ما يكون ايه، يعني بدخله كده في بعضه بس كده، عشان بسكوت ما يتعجنش يا جماعه، عشان يبقى معاكي حلو ومقرمش كده. تمام قوي، مالكيش دعوه بالايد اللي انت عاجنه بيها، لا جربي بايدك التانية لو مش ملزق. تمام قوي كده. المهم هي المقادير دي كده بالظبط بالظبط، وما تحطيش اي دقيق تاني ولا اي سوائل تانية. جبنا كيس تلاجة عشان نبتدي نشتغل فيه. اخدت نص العجين كده وهبتدي افرده. بجد العجينه جميله جميله جميله، العجينه لذيذه وطريه جميله جدا جدا. ده لان هي ما لزقتش في المردانه واحنا شغالين فيها. بصي جميلة قوي. هبتدي افردها كلها وهبتدي اشكل زي ما انا عايزة. انت عندك تشكلي بقطاعة، عندك مفيش مشكلة. ما عندكيش اي كوباية اي طبق اي حاجة مدورة عندك شكلي بيها. انا عندي الاداة ديت شكلت بيها. طبعا لو انت عندك حاجة مدورة قطعي بيها زي ما انت عايزة، حاجة مدورة حاجة مربعة اي حاجة عندك متاحة. انت مفيش مشكلة، ما توقفيش نفسك على اي حاجة. ست البيت ما توقفش نفسها على اي حاجة. وانتي بتشوفيني واحنا بنقطع كده ما تنسينيش في لايك وتعليق وحاجة حلوة منك كده، علشان ببقى مبسوطة جدا والله بتعليقاتكم. تمام، وانا متأكدة ان انت لما تعمليه هيطلع احسن مني بمليون مرة طبعا، عشان انت بتعملي بحب لولادك. طول ما انت بتعملي الحاجة بحب تطلع معاكي جميلة ولذيذة. بصي ما شاء الله، ولا بيتقطع ولا اي حاجة، ولا محتاجة اي اداة تطلعيه من مكانه. حلو وجميل وسهل وبسيط، وحتى مش شادد نفسه، لا جميل قوي 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 قوي. بصي هبتدي كده اخرمه بالخله. بس طبعا انا عايزه اقولك على حاجه، بلاش الخله السن الرفيع، هبتدي احطها من الناحيه التانية. بصي من الناحيه التخينه للخله، وهبتدي كده، لان لما بتعملي من الناحيه التخينه بتبقى جميله والرسمه بتبقى ثابته. تمام. وعندك حاجه تانية ممكن الشوكه، هتنزلي 3 اخرام ورا بعض كده. بصي يعني ما توقفش نفسك على حاجه، سهله وبسيطه، وعندك 2. هبتدي هنا اجيب الصاج بتاعي وهدهنه زيت عادي، دهنه بسيطه كده. وهكون مسخنه الفرن بتاعي طبعا على 150. ليه؟ علشان ده بسكوتات يا جماعه، مش عايزينها تتحمر من تحت ومن فوق تبقى بيضه، لا احنا هندخله على 150 ياخد لون مظبوط كده ذهبي، ويخرج بامر الله على طول. يلا بينا وهنشوفه لما يخرج. بصي بسم الله ما شاء الله، طلع جميل جميل جميل.
لونه رائع 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 بجد، شكله حلو قوي وريحته قلبت البيت. يعني مش معقولة دوت مفيهوش ولا زبدة ولا سمنة ولا اي حاجة، بمنتهى البساطة بمنتهى السهولة. ما توقفيش نفسك على حاجة. بصي القرمشة شايفة؟ يعني دي يمكن البسكوتة دي اتخن بسكوتة حطيتها، حبيت اوريكي اتخن بسكوت، انما كل ما ترققي هيطلع حلو معاكي وهيطلع لذيذ. وخففي النار عليه، لان كل ما تخففي النار عليه بيطلع معاكي مقرمش وجميل. بصي جميل قوي والله، وسهل وبسيط، والكوبايتين دي مفيش اي حاجه. استاهل بقى لايك، واستاهل شكرا، واستاهل دعوه حلوه منكم. وصلوا على الحبيب كده دايما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كميه حلوه وكميه كبيره وكميه وفيره. يا رب اكون عجبتكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم، واترككم في رعايه الله وامنه. سلام عليكم.